السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم كاملين متابعين الأعزاء في قناة ماروك سيتي. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. قبل ما نبدأ ما تنساوش تديروا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة إذا كانت هذه أول مرة تزورونا، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد على المنتخب المغربي وكرة القدم المغربية والعالمية. دعمكم هو اللي بيخلينا نستمر ونقدم لكم محتوى محترم وبجودة أحسن كل مرة. اليوم غادي نهدروا على واحد المباراة اللي كيتسناها ملايين المغاربة داخل المغرب وخارجه، مباراة المنتخب المغربي ضد المنتخب الفرنسي في ربع نهائي كأس العالم 2026. مواجهة كبيرة بزاف، ومشي غير لأنها مباراة إقصائية، ولكن لأنها عندها طابع خاص وكي تحمل ذكريات ما زال عالقة في بال الجماهير المغربية منذ نصف نهائي كأس العالم قطر 2022. المنتخب المغربي داخل لهذه المباراة بمعنويات مرتفعة بزاف، خصوصا بعد المستوى الكبير اللي قدموا في الأدوار السابقة. الأسود بيّنوا مرة أخرى بأنهم منتخب قوي منظم وعنده شخصية كبيرة داخل الملعب، واللاعبين كاملين كي يدخلوا كل مباراة بروح قتالية عالية باش يرفعوا الراية المغربية فوق. إلى رجعنا شوية للتاريخ غنلقاو إنه المنتخب المغربي اتواجه مع المنتخب الفرنسي غير 6 مرات قبل هذه المواجهة. فرنسا ربحت 3 مباريات وكانوا 2 تعادلات، بينما المغرب قدر يربح مرة واحدة بركلات الترجيح في واحد المباريات الودية. يعني الأرقام كتميل شوية لصالح فرنسا، ولكن كرة القدم ما كتعترفش غير بالأرقام وإنما بالعطاء داخل الميدان. أول لقاء كان سنة 1988 وفازت فرنسا ب2 مقابل هدف واحد. من بعد اتلاقاو في الدار البيضاء سنة 1998 وانتهت المباراة بالتعادل 2-2، ولكن المغرب خرج منتصر بركلات الترجيح بعد مباراة كانت ممتعة بزاف. من بعد رجعت فرنسا وربحت لقاء آخر ب1-0، وبعدها حققت أكبر فوز لها على المغرب ب5 أهداف مقابل هدف واحد، وهذه النتيجة بقت من أكبر الانتصارات الفرنسية على الأسود. سنة 2007 كتلاقاو من جديد في باريس، وكانت مباراة كبيرة انتهت بالتعادل 2-2 وسط حضور جماهيري مغربي ضخم خلى الأجواء استثنائية. أما المباراة اللي يبقى كل مغربي فاكرها فهي نصف نهائي كأس العالم قطر 2022. المنتخب المغربي كان يكتب التاريخ ووصل لأول مرة لنصف النهائي، ولكن فرنسا كانت أكثر فعالية وربحت ب2-0 وتأهلت للنهائي. اليوم وبعد 4 سنوات الفرصة رجعت من جديد، ولكن هذه المرة المغرب عنده تجربة أكبر وثقة أكبر وطموح أكبر. اللاعبون كيعرفوا مزيان قيمة هذه المباراة، وكيعرفوا إنه الجماهير المغربية كاملة كتسنى منهم يقدموا مباراة تاريخية. المدرب محمد وهبي خدام بهدوء على تحضير المجموعة سواء من الناحية البدنية أو التكتيكية أو النفسية. الهدف واضح، وهو إنه المنتخب المغربي يدخل المباراة مركز من الدقيقة الأولى حتى آخر دقيقة، وما يعطي أي فرصة للمنتخب الفرنسي يستغل الأخطاء. أكيد فرنسا منتخب كبير وعنده لاعبين عالميين وخبرة كبيرة في المباريات الكبرى، ولكن المنتخب المغربي كذلك أثبت في سنوات الأخيرة إنه ولا قادر ينافس أكبر المنتخبات وما يخاف من حتى منتخب. اللي كيميز المنتخب المغربي هو الروح الجماعية. أي لاعب كيدافع على القميص الوطني بكل قوة، وكل واحد مستعد يضحي من أجل المجموعة. هذه هي القوة الحقيقية للأسود، واللي خلت العالم كامل يحترم الكرة المغربية. الجماهير المغربية حتى هي عندها دور كبير، سواء في الملعب أو قدام التلفاز. الدعم ديالها كيكون استثنائي. اللاعب المغربي من اللي يسمع التشجيع ديال الجمهور كيكتسب طاقة إضافية وكيحاول يعطي أكثر ما عنده. هذه المباراة ما غادي تكون سهلة على أي طرف، غادي تكون فيها ندية كبيرة وصراع تكتيكي قوي، وتفاصيل صغيرة هي اللي ممكن تحسم التأهل. لذلك خاص التركيز يكون حاضر من البداية حتى النهاية. إذا قدر المنتخب المغربي يتجاوز فرنسا غادي يحقق إنجاز تاريخي جديد، وغادي يتأهل لنصف نهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، وهو إنجاز قليل من المنتخبات اللي قدرت تحققه.
المغاربة كاملين اليوم عندهم حلم واحد، وهو يشوفوا الراية المغربية كتواصل الارتفاع في المونديال، ويشوفوا الأسود كيكتبوا صفحة جديدة من تاريخ الكرة المغربية والإفريقية والعربية. أكيد النتيجة ما كيعرفها حتى واحد، ولكن اللي متأكدين منه هو إنه اللاعبين غادي يقاتلوا فوق أرضية الملعب، وغادي يعطوا كلمة عندهم باش يفرحوا الشعب المغربي. ونتمنى كذلك إن الروح الرياضية تبقى حاضرة سواء ربح المغرب أو فرنسا، لأن كرة القدم كتبقى رياضة كتجمع الشعوب، وأهم حاجة هي نشوف مباراة كبيرة كتليق بقيمة المنتخبين. دابا جاء الدور ديالكم، كتبولنا في التعليقات شنو توقعكم لنتيجة المباراة، وشكون هو اللاعب اللي كتشوفوه غادي يكون نجم اللقاء. بغينا نقراو جميع الآراء ديالكم ونتفاعلوا معاكم. وإذا عجبكم هذا التحليل ما تبخلوش علينا بلايك كبير، لأنه كيساعد الفيديو يوصل لعدد أكبر من الناس. وإذا ما زال مشتركتوش في قناة ماروك سيتي فهذه هي الفرصة المناسبة. الاشتراك مجاني وما غادي يكلفكم والو، ولكن بالنسبة لنا كيعني الكثير، لأنه كيحفزنا نستمر ونقدم لكم آخر الأخبار، التحليلات والتغطيات الخاصة بالمنتخب المغربي وكل ما يهم الكرة الوطنية. هدفنا هو نوصل لأكبر عدد من محبي أسود الأطلس، ونبني معاكم مجتمع رياضي محترم كي يجمع جميع المغاربة من مختلف أنحاء العالم. شكرا جزيلا لكل واحد كي واصل يدعم القناة بالمشاهدة والاشتراك واللايك والتعليق ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء والعائلة. إلى هنا وصلنا لنهاية هذا الفيديو، نتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا. كان معكم أخوكم من قناة ماروك سيتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.